أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. وردت رواية شريفة في كتاب بحار الأنوار، قرأت بعضها أمس، وفي ذيل الرواية أن الإمام عليه السلام قال: معه صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه وأسمائهم وبلدانهم وتبائعهم وحلاهم وكناهم، شدادون مجدون في طاعته. فقال له أبي: وما دلائله وعلاماته يا رسول الله؟ قال له: علم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه وأنطقه الله عز وجل، فناداه العلم: اخرج يا ولي الله فاقتل أعداء الله. وهما آيتان وعلامتان. في هذه الرواية الشريفة قال الإمام عليه السلام: معه صحيفة، يعني عند المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه بأسمائهم ببلدانهم بتبائعهم حلاهم كناهم، كل خصوصيات أصحابه، أعني 313 رجلا، 13 رجلا في هذه الصحيفة أسماؤهم مكتوبة، بل
في الروايات الأخرى أن الشيعة كلهم بأسمائهم وأسماء آبائهم في كتبهم. جاء شخص إلى مولانا أمير المؤمنين لعله أحد من الأئمة المعصومين، قال أنا من شيعتكم. قال ما كان اسمك عندنا، ما كان اسمك عندنا. وكل الأئمة عليهم السلام يعملون بما كتب الله سبحانه وتعالى لهم من العمل في صحيفتهم. نزل يوما ظاهرا جبرائيل سلام الله عليه مع بعض الملائكة المقربين على رسول الله صلى الله عليه وآله. نزل مع شوكة وقال بتعبيري عندي خبر مهم، أنا أشهد الله أن أرسل أن أوصلت إليك وأنت اشهد عليا بأنك أخذت هذه الصحيفة. وهذا الطومار أو الصحيفة كانت مختومة ب12 مهر، في كل منها كتبت وظيفة الإمام عليه السلام في زمانه، وقرأ ما كان لمولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، والتزم وتعهد بأنه عمل بهذه الرسالة بهذه المكتوبة. وحينما نزل جناب جبرائيل كان رسول الله صلى الله عليه وآله مشرفا في بيت أم سلمة. قال لها اخرجي يا أم سلمة. قال ما كنت بخير، ما كنت مثلا امرأة حسنة. قال نعم أنت بخير، مثلا أهل الجنة، إلا أنك ليس مكانك هنا، اخرج. وكان أمير المؤمنين سلام الله عليه والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين متشرفين عند رسول الله في داخل الغرفة. وقال لابنته الزهراء سلام الله عليها اخرجي وقفي بين السطر والباب، لا تخرجي ولا تكوني هنا، بين السطر والباب. في بعض الغرف في البيوت في سابق الأيام إذا دخلت مثلا غرفة كان من جانب الباب إلى داخل الغرفة دهليز مختصر، لعل مثلا متر أو أقل، مثلا يعلق سطرا حتى مثلا إذا دخل الشخص في الغرفة لا يرى داخل الغرفة مثلا سطر موجود بينه وبين مثلا عائلة في البيت.
قال صلى الله عليه وآله اخرجي وقفي بين الباب والستر لا تخرجي من الغرفة لأنك لست بإمام ولكن لست بخارج منا كأن بلا تشبيه كما يقال في الله سبحانه وتعالى داخل في الأشياء لا بالممازجة خارج عنها لا بالمباينة هو عبارة شيء آخر. مثلا جناب الزهراء سلام الله عليها ليست داخلة في الأئمة عليهم السلام، ليست إماما، لكن ما كانت خارجا مثلا أجنبية. فرق بينه الفرق بينها وبين جناب الخديجة حتى موجود. قال عليه السلام لا تكوني هنا ولا تخرجي من الغرفة. وكل الإمام يعمل بما كتب في هذا المصحف. وقال في هذا المصحف كتب أسماء أصحابه بجميع خصوصياته. قال أبي دلائله علاماته لعله يريد يعني من أين يعلم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا بد أن يخرج ويظهر من أين؟ قال عليه السلام له علم انتشر من نفسه، يعني كأن مثلا عمود بعض الخيام يعني يدخل بعض العمود داخل بعض الآخر بحيث يصير طوله قصيرا وإذا يصعد يصير طويلا. العلم قصير مثلا لكن ينتشر من قبل نفسه، وأنطقه الله عز وجل بإعجازه وناداه وهو ينادي يا مهدي اخرج واقتل أعداء الله. وكذلك سيفه مغمد، السيف لا يخرجه من قمده المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا حان وقت الخروج يخرج بنفسه من الغمد، وأنطقه الله وناداه يا مهدي اخرج واقتل أعداء الله، ولم تقعد عن قتل أعداء الله. هذه من العلائم من المعجزات الدالة على أن الإمام عليه السلام يفتهم أنه لا بد أن يظهر ولا بد أن يخرج لقتل أعداء الله. اللهم اجعلنا من أعوانه وأصحابه وأنصاره والمستشهدين بين يديه.